في لقاء على قناة المحور بعد بطولة الدوري اللي كسبها الأهلي في 2006، اللعيبة زملات اللاعب محمد عبد الوهاب زنجوه وطلبوا منه إن هو يغني أغنية على الهوا، ولما تشوف الفيديو هتلاقي إن في حرج وتوتر في ملامحه من المفاجأة، وبعدها قال أنا هغني أغنية كذا. طيب إشمعنى يا محمد الأغنية ديت؟ قال لهم علشان أمه بتحبها. فقبل موته بيوم كان قاعد مع خاله في بلاتهم في نورس في الفيوم، خاله سأله سؤال: مين فينا اللي هيموت الأول يا محمد؟ محمد رد قال له يا رب أنا يا خال علشان مش هستحمل أحزن عليك. وتاني يوم مباشرة يوم 31 أغسطس 2006 اتوفى محمد على أرضية ملعب مختار التتش في التدريب الصباحي. ووالدته كانت لها جملة حلوة جدا عن وفاة ابنها لما قالت محمد كان بيموت في الأهلي لغاية ما مات فيه. وفي مقابلة تلفزيونية مع والدته في 2015 اتكلمت عنه وقالت إنه لما كان بياخد أي فلوس من الأهلي كان بيجري يرميها في حجري ويقول لها خدي شوف أنت عايزة إيه وإخواتي عايزين إيه والبيت هنا عايز إيه وهاتيه، ديت فلوسك أنت مش فلوسي أنا. حتى في المرة الوحيدة اللي جاب لها الفلوس أقل من اللي هو كان متعود يجيبها لها هي استغربت بس ما رضيش تساله، ما هي كده كده فلوس وهو حر فيها. بس بعد وفاته في صديق لمحمد جه لبيته عشان يعزي والدته وقال لها ان هو كان يتبرع بجهاز غسيل كلوي المستشفى بدون ما يقول لحد، فوالدته فهمت ان هي ديت الفلوس اللي هو كان شايلها. استغربت لما عرفت النهارده ان الذكرى رقم 16 لوفاه اللاعب محمد عبد الوهاب. تستغرب اكتر بقى لما تعرف ان هو مات وهو عنده 23 سنه، والفتره اللي اتعرف فيها كانت سنه ونص، بس السنه ونص اللي قدر يكسب فيها حب الناس كلها وحقق فيها 10 بطولات، منها 7 بطولات مع الاهلي و3 بطولات مع المنتخب. في ناس بتعيش جده 3 مرات ومش بيعملوا ربع اللي هو عمله. محمد مثال للشخص اللي مش بيحسبها وبيسيب مركب حياته على اقدار ولطف الله. لاعب كرة مجتهد مركز في شغله مؤدب، لعمرنا شفناه بيشوح لحاكم ولا بيعترض على قرار ولا بيمثل علشان ياخد ضربة جزاء ولا حتى خد انذار. شاري رضا وخاطر امه للاخر، وبالتالي كان لازم يكون الثمن حب الناس ليه في الدنيا ورضا ربنا عنه في الدنيا وان شاء الله يكون في الاخره. وسيل من الدعوات اللي مش بيقف على مدار 16 سنه كاملين لما حد بيفتكره. الانسان مننا بيموت واللي بيفضل بعدها هي السيره الحلوه بتاعته، يا سيرته حلوه يا سيرته الوحشه. فانا بحب محمد عبد الوهاب وربنا يرحمك يا محمد ويجعل لنا نصيب من سيرتك الحلوه بعد الموت. سلام.